اي بني ادم بيصيبه فتره احباط، حضرتك لو اصابك الاحباط ده بتعدي منه ازاي في اسرع وقت؟ والله بص، بشكل عام هي فكره بص، كلنا بيصيبنا احباط وهي دي الفكره. بس انت من الخبره السابقه، تمام، زي ما قلت لك اللي الواحد اتعلم ايه، ان لما يسيب نفسه للاحباط هيحبط اكتر. فالحل ان هو يشمر وايه، ويعدي. الحل كده. واول ما بتشمر وتعدي وتتكل على الله، ربنا بيساعدك. فانا اتعلمت، ويعني دايما اقول بقى مراتي يعني ربنا يبارك لي فيها، دايما كانت تقول لي فكره الصبر. يعني انت دايما تقول لي، يعني حتى لما كانت بتيجي مواقف صعبه تقول لي يا محمد انت دايما بتتكلم على الصبر او بنتكلم على ربنا بس بتنسى. فدايما في مواقف الاحباط والحاجات دي بفتكر الصبر. الصبر ده يعني اختبار وابتلاء فانت لازم تصبر. يعني تصبر بقى ايا كان بقى. فهو اصبر وحاول تجدد. ما عنديش حاجه. انا زي ما قلت لك بحاول احافظ على روتين يومي، يبقى عندي رياضه، يبقى عندي اكتيفيتي عشان يعني اشجع نفسي والويل بينج يعني عموما. تمام.